بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك، النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. هنا يركض الاشتراك في القناه، وهنا يركض اللايك للفيديو، ومنتظرين طبعا الدعم المحترم اللي بننتظره من حضراتكم. طيب، يمكن النهارده هنتكلم في مواضيع خطيره تهم نادي الزمالك، ومواضيع اسلاك شائكه. يعني اللي قلبه جامد في السوشيال ميديا هو اللي يتكلم في الكلام ده، انما اللي قلبه ضعيف وبيحبب مشاهدات وحابب الناس تبقى مبسوطه، فانتوا عارفين يعني ان شاء الله باذن الله نقول يعني اللي بيملي علينا ضميرنا. يعني خليني ابدا ببعض الاخبار المهمه والعاجله. جوزيف جوناثان الظهير الايسر لمودرن سبورت، لاعب الكاميروني صاحب 31 عام. جوناثان خلاص بيقترب بشده من نادي الزمالك. اللاعب اتفق مع الزمالك، وكان ليه زي ما قلت لكم في فيديو امس ان مدرب نادي الزمالك بيكيه بيتواصل، لان بيكيه كاميروني وجوناثان كاميروني، فمدرب نادي الزمالك بيكيه بيتواصل مع جوناثان، وقدر ان هو يكون حلقه وصل مهمه جدا في تعاقد الزمالك مع جوزيف جوناثان، او اقتراب نادي الزمالك من جوزيف جوناثان. ويبقى المفاوضات الرسميه بين الزمالك ومودرن سبورت اللي اقتربت بشده، ولكن يبقى بعض الرتوش الماليه. هل هتتم مش هتتم؟ ده هيتوقف على الاستاذ وليد دعبس رئيس مجلس اداره نادي مودرن سبورت. جوناثان خلال الساعات القليله الماضيه تواصل مع الاستاذ وليد دعبس شخصيا انه يسمح للاعب انه يخوض التجربه مع نادي الزمالك، بل وعرض جوناثان انه ليه مستحقات طبعا من الموسم الماضي حوالي 25%، وهو عقده مع مودرن 550 ألف دولار. عرض ان هو يتنازل عن المستحقات المتبقية بتاعته، وقال انا مش عاوزها، اسمحوا لي اني ارحل، واما الرحيل في يناير القادم. مودرن سبورت بيفكر ببراجماتية، وانا بحب النادي اللي بيفكر ببراجماتية، بيفكر بمصلحته، بيفكر بواقعية. خلال او بعد 3-4 شهور من دلوقتي هندخل في يناير، جوناثان يحق له التوقيع في يناير القادم لاي نادي فري، وبالتالي لن يستفيد مودرن سبورت باي مليم. فوليد دعبس مضطر دلوقتي انه يخلص في جوناثان قبل ما يجي يناير واللعيب يوقع فري. اعتقد لو وليد دعبس اخذ رقم من الزمالك بالاضافه الى لعيب او 2 اعاره، ممكن ده يكون في صالح مودرن سبورت وفي صالح الزمالك اللي محتاج باك شمال يدخل بيه السوبر الافريقي، وكمان في صالح اللعيب اللي الكاتيجوري بتاعته هترتفع من مودرن سبورت الى نادي الزمالك العظيم. دي قصة جوناثان حتى الآن. طيب، تعال ندخل على موضوع تاني. ايه هو الموضوع التاني؟ يعني الاهلي بدأ يجس نبض مودرن سبورت ايضا والبنك الاهلي. لو هتبيعوا احمد عاطف من مودرن سبورت واسامه فيصل من البنك الاهلي، انتم طالبين كام؟ بدأ الاهلي يعمل جس نبض، بالاضافه الى ان الاهلي داخل بقوه، وخلال الساعات القليله القادمه او الايام القليله القادمه سيحسم الاهلي صفقه عمر الساعي نجم الدراويش، تحسبا لعدم اتمام التعاقد مع بن رمضان اللي قريبه جدا من الاهلي. ولكن الاهلي بيجيش جيوشه في وسط الملعب، وجماهيره مش ضغط عليه بالمناسبه. يعني جمهور الاهلي مش ممسك الاداره السلك عريان، سايبهم يشتغلوا براحتهم، ومد الثقه للكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، وسايبهم احنا لينا اكل ولا بحلى، احنا عايزين بطولات، هتجيبوا بطولات ان شاء الله بعلي علوكه واشرف كوخ، تبقوا مجلس حبيبي. ماليش بقى فيه ان لازم مش عارف مين يقعد ولازم مين يجدد. جمهور الاهلي ما عنده، هو عايز بطوله، ولا بيقعد مع لعيب ولا يبوس رجل لعيب ولا الكلام ده كله. كان في احمد فتحي نجم منتخب مصر، اللي كان منتخب مصر ما يقدرش يستغنى عنه، والحاصل على 2006 و2008، واعتقد كان احمد فتحي موجود في 2010 مع المنتخب. وكان في زميله عبد الله السعيد اللي هو ثالث هداف في مصر، هداف التاريخي في الدوري المصري. وكان في رمضان صبحي ابن النادي الاهلي اللي
كان لو كان كمل في الاهلي كان هيبقى لعيب كبير، وكان في لعيبه كتير وشريف اكرامي وغيره 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 وغيره، ولكن جمهور الاهلي ما بكاش على لاعب. انت مش عاوزني في 60 داهيه واقعد اشتمك في كل ماتش وهبطلك كوره، انما مش هروح امسك في زماره رقبه الاداره بتاعتي عشان خاطر اخنقهم واعلي اللاعب على الاداره. انا طبعا ما اقصدش حاجه، انا بتكلم على الاهلي يعني. فجمهور الاهلي ما خنقش الاداره، ما مسكهاش كده من رقبتها وعمل لها كده عشان خاطر يجددوا لعبد الله السعيد. بالعكس ده وقفوا ضد اللعيب وكانوا عاوزين يبطلوه كوره في كل ماتش، وشتموا رمضان صبحي وشتم احمد فتحي، بهدلوهم وما وقفوش مع اللعيب ضد الاداره بتاعت النادي بتاعته. يعني حبيت اقول حاجه للتاريخ. هتشتمني تعرف ان انا اكتر واحد ما بحبش الاهلي، ولكن لازم تتعلم، لازم تتعلم. المهم مشكلتي ان انا زملكاوي بس، لا بتاع لعيبه ولا بتاع مدربين ولا بتاع اداره. والله مشكلتي عيب، اكتر عيب على السوشيال ميديا انك تبقى زملكاوي بس، تبقى صريح فالناس تزعل منك. دي حاجه. فالاهلي بيقترب من اسامه فيصل واحمد عاطف وكمان عمر الساعي. بالمناسبه مش هيجيب احمد عاطف واسامه فيصل مع بعض، هيجيب لعيب واحد منهم، مش هيجيب الاثنين مع بعض، على حسب مين اللي هيكون متاح اكتر يعني. طيب ده بالنسبه لاسامه فيصل واحمد عاطف. عايز اقول لك كمان اني خلاص بشكل نهائي قرر نادي الزمالك دخول مصطفى الزناري في اي صفقه تبادليه قادمه. ممكن يكون، وده اللي انا عرفته، ان تم عرض الزناري على مودرن سبورت عشان يكون يدخل في صفقه تبادليه مع جوناثان. فلسه لغايه دلوقتي وليد ديعبس ما ردش على نادي الزمالك. فالزمالك خلاص بالنسبه لمصطفى الزناري سواء بقى هتدخله في صفقه البلعوتي اللي انا مش بلعها، بلعوتي مش بلعه. ليه مش بلعه؟ طبعا لعيب محترم وكل حاجه، ولكن انا عاوز الزنفولي، لان الزنفولي اتدرب حوالي 6-7 شهور مع مدرب حراس مرمى عظيم اسمه ميشيل يانكون في النادي الاهلي. هذا المدرب اللي الثلاث حراس بتوعه دلوقتي في منتخب مصر عشان جابوا مدرب حراس مرمى اجنبي محترم. فالزنفولي اتدرب مع ميشيل يانكون 7-8 شهور، وميشيل يانكون هو اللي رشح الزنفولي، وميشيل يانكون مدرب عظيم، مدرب حراس مرمى عظيم. واذا ما كانش الزنفولي كويس ما كانش هيتم ترشيحه للاهلي وعن طريق ميشيل يانكون. ده بس في عجاله كده حبينا نقولها لمجلس اداره نادي الزمالك لو انت عاوز يعني تسمعهم الكلمتين دول يعني. طب دي حاجه. نرجع للموضوع بتاعنا. فمصطفى الزناري ممكن يخش في صفقه البلعوتي لو الزمالك عاوز البلعوتي او عاوز محمد حمدي في انبي، او ممكن يخش في صفقه مودرن سبورت. واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك، النهارده 24 فاضل اسبوع بالظبط زي النهارده هيكون تم اغلاق باب القيد الافريقي يوم 31 اغسطس. فاتمنى مجلس اداره نادي الزمالك الذي يسير بخطى السلحفاء لازم تخلص يا فندم بسرعه، ولازم تحسم كل حاجه بسرعه. طب ده بالنسبه لمصطفى الزناري اللي الزمالك قرر دخوله في صفقه تبادليه مع من يهمه بقى الامر بقى، سواء انبي او مودرن سبورت يعني. اخيرا الاستاذ ايمن الشريعي بيجعل مسؤولين نادي الزمالك يتنفسوا الصعداء ويوافق بشكل بين قوسين مبدئي على فسخ اعاره زياد كمال وعودته الانبي. طبعا في مقابل اكيد هيستفيد الزمالك، بدل ما يدفع في البلعوتي، انا بفكر معاك مش معلومه، بدل مثلا ما الزمالك يدفع في البلعوتي 10 مليون لا ادفع 15 وهفسخ لك عقد زياد كمال. هي نسبه وتناسب وهي مفاوضات على الترابيزه، سيب خد هات اعمل سوي، ولكن بشكل مبدئي الاستاذ ايمن الشريعي قال لك انا ما عنديش مشكله ان زياد كمال يعود لنادي انبي ونريح نادي الزمالك ونفسخ العقد بتاع الزمالك وزياد كمال والاعاره بتاعه زياد كمال. يمكن سمعت خبر اتمنى ان هو يكون صحيح في نادي الزمالك. سمعت ان نادي الزمالك بيدرس طبعا على الكوره بلس، اتمنى الكلام ده يكون صحيح يعني. سمعت ان الزمالك بيدرس تكوين لجنه كوره يرأسها احد نجوم النادي السابقين بجانب تشكيل اداره تسويق، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد. اتمنى الخبر ده يطلع صح،
وان تاتي متاخرا خير من انك ما تجيش خالص وتفضل نايم في العسل. مجلس اداره الزمالك ده انا مسميهم مجلس النوم في العسل. فانك تيجي متاخر احسن انك ما تجيش. لجنه تسويق محترمه، سيبك بقى مع احترام الاستاذ ابراهيم عبد الله والكلام ده كله ما بياكلش عيش. ولجنه كره محترمه يا عم يرقصها الكابتن احمد سليمان، ما عنديش مشكله، لان انا عارف هو رافض وجود لجنه كوره عشان يبقى هو معاه كل الصلاحيات، الناس كلها ترجع له. عارف انت لما يكون حد في الشركه مش عاوز يعلم حد فنون الصنعه عشان خاطر الناس تلجأ له كل وقت كده ويبقوا محتاجين له دايما والشركه ما تقدرش تستغنى عنه، هو الكابتن احمد سليمان عاوز كده، عاوز دايما تبقى يعني كل مقاليد الحكم في ايده. وطبعا هم مش قادرين يكلموا الكابتن احمد سليمان لانه كان رئيس نادي ونزل اترشح عضو، كان داخل على الرئاسه، فطبعا مش قادرين يكلموه. طبعا للاتفاق من قبل الانتخابات هنزل ابقى عضو بس انا كل حاجه في الكوره، عشان كده هم مش قادرين يتكلموا مع الكابتن احمد سليمان. ما هو دي خيبه نادي الزمالك، كل واحد باصص لنفسه عكس النادي الاهلي اللي ما تلاقيش مرتجي بيبص لنفسه، ما تلاقيش مش عارف الغزاوي بيبص لنفسه، الضماطي ما بيبصش لنفسه، الجرحي ما بيبصش لنفسه، ما فيش الكلام ده. العمري فاروق رحمه الله عليه كان وزير الرياضه وفي نفس الوقت رضي ان هو يكون نائب مع الخطيب. فعايز اقول لك ان في النادي الاهلي بيحبوا بعض ورموز الاهلي بيحبوا بعض، عكس عندنا في الزمالك احنا ما بنحبش بعض، ولا حتى في الجماهير احنا ما بنحبش بعض. اللي مع الرئيس السابق بيشتموا في اللي مع الرئيس الحالي، واللي مع الرئيس الحالي بيشتموا في الرئيس السابق، واللي مع الكابتن زيزو بيشتموا للناس اللي هم خايفين على مصلحة الزمالك، واللي هم مع زيزو بيشجعوا زيزو فدول بيشتموا للي خايفين على مصلحة. احنا يا فندم شعوب وقبائل في نادي الزمالك، انما في الاهلي مفيش الكلام ده، ما عندهمش الكلام ده، ولا بيقفوا في محاكم هتشتمني مش عاجبك الكلام، لا رد عليا قول لي انت كذاب، قول لي رفعوا على بعض قضايا، قول لي الخطيب اتخانق مع العمري فاروق رحمه الله عليه، قول لي مرتجي راح ادى اسفين في الخطيب عشان ياخد المش عارف ايه، قول لي رد عليا، قول لي انت كذاب، انا عايزك تقول لي انت كذاب. قول لي جمهور الاهلي مسك مجلس ادارته داس عليهم عشان خاطر يجددوا لعبد الله السعيد، احد اهم لاعبي الكره المصريه عبر التاريخ، لعيب تاريخي عبد الله السعيد، ما راحش نادي وفشل. يعني عايزك تقول لي كده، قول لي انت كذاب. احمد فتحي افضل باك يمين جه في تاريخ مصر بعد ابراهيم حسن، قول لي انت كذاب. ورغم كده جمهور الاهلي ما وقفش معاه، الجمهور الاهلي اللي بيشتموني وانا بشتمهم، مش بشتمهم شتيمه طبعا، لا بهاجم النادي بتاعهم، وهم كل يوم شتايم في التعليقات، بس ما وقفوش مع احمد فتحي ضد النادي. احنا جايين دلوقتي اللي انت ايوه اللي في دماغك احنا جايين له دلوقتي، بس ما وقفوش ضد ناديهم، هم مع مصلحه ناديهم، هم عاوزين بطولات. تجيب لي البطولات برؤى تجيبها لي بعبد الله السعيد ما يفرقش معايا كتير، انا عاوز بطوله اتشقلب ماليش دعوه، تبيع عبد الله السعيد تجدد لعبد الله السعيد تعير عبد الله السعيد ما يفرقش معايا، انا عاوز بطوله. انما احنا عاوزين نلحس ونعبد، مش احنا كلنا جزء معين انتوا عارفينهم بيلحسوا وبيعبدوا لده ولده 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 ولده. الكلام ده غلط ان انا اقوله، وغلط عليا انا كمحمد، ما بتشتم كتير، فالكلام ده غلط ان انا اقوله، انما ما تعودتش اعيش جبان. يعيش راجل، يعني حتى لو مت هموت وانا راجل. لو انت عدوي هتقول والله العظيم بس كان راجل، بس كان بيقول كلمه الحق، ما كانش بيخاف من شعبيه ولا نجوميه ولا من جماهيريه، وكان راجل وبيقول كلمه الحق ما بيلحس. لو انت بتكرهني هتقول كده بس بعد ما اموت. المهم، فاتمنى اداره نادي الزمالك تعمل لجان ويبقى فيه يعني شغل مؤسسي صح في نادي الزمالك. اتمنى نتعاقد مع مدرب حراس مرمى عالمي ادفع فيه فلوس زي المدير الفني، راجل يشتغل زي الراجل بتاع الاهلي. اتمنى تجيب طبيب تغذيه، لغايه دلوقتي ما جبتش مترجم لجوميز، واحمد مجدي اللي عمال بيترجم انجليزي، هات له مترجم برتغالي يا فندم. لغايه دلوقتي ما جبتش اللي هو اخصائي نفسي، ما اعرفش الراجل بتاع البدني اخباره ايه في الفريق، شغال كويس مش شغال كويس، يعني شاف شغله مش شاف شغله، الكلام ده كله ما اعرفش يا فندم انت ماشي ازاي. والتغذيه واخصائي نفسي ومدرب حراس مرمى، اعمل يا فندم جهاز قوي، اعمل جهاز قوي.
نايمين محدش يصحي مجلس اداره نادي الزمالك عشان نايمين يعني. طيب تعال نخش على اشرف بن شرقي والزمالك. تعالوا نتكلم بحق ربنا. الزمالك ضحيه جماهيره او جزء من جماهيره في صفقتي بن شرقي وزيزو. هناخد بن شرقي الاول وبعد كده نتكلم على زيزو. بن شرقي ما كانش عنده الا عرض واحد بس من الوداد المغربي، $400,000 في السنه. لو كان مجلس اداره نادي الزمالك، واقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم واليمين الثالث، اقسم بالله العلي العظيم الذي يعني تتهز له السبع سماوات والسبع اراضي، لا اطبل لمجلس حسين لبيب، وهو مجلس اداره حتى الان بيتميز بالفشل، ولو قعدوا 100 سنه بالشكل ده مش هينجحوا. ولكن لو اي مجلس غيرهم، مجلس اداره الزمالك لو بيتفاوض مع اشرف بن شرقي بدون ضغط جماهيري وبدون السلك العريان، نظريه السلك العريان اللي انا مطلعها، لو كان الزمالك بيتفاوض مع بن شرقي براحته، لو كان جمهور نادي الزمالك ما بيضغطش على اداره نادي الزمالك، بن شرقي لازم يجي، بن شرقي بكره، اصل تذاكر الطيران وصلت، اللاعب في القاهره، اخوه في القاهره، خلص بن شرقي، اعمل بن شرقي. لو كان مجلس اداره او جماهير الزمالك مش ماسكه مجلس الاداره من زمره رقبته وعماله تضغط فيه وعماله تهتك عرضه، كان مجلس اداره نادي الزمالك بيتفاوض براحته مع بن شرقي. $400,000 متاسف يا اشرف، مش هقدر اديك 400,000 يا دولار، او سوري يا سيدي، انت هتاخد في الوداد 400، انا هديك 600 وشويه بونص يا عم اشرف يا حبيبي، $200,000 اللي هو لو خدت كونفدراليه، لو خدت دوري ابطال، لو خدت دوري، لو هداف الدوري، فيوصل التوتال بتاع عقد بن شرقي مع الزمالك $800,000، ضعف اللي كان هياخده في الوداد. انما ليه اللعيب بيتنك عليك؟ وليه اللعيب قاعد في فرنسا مستني لما تحط له مقدم التعاقد الاول، ومستني فلوس اكتر، وعمال بيتفاوض على بونص اكتر، وعلى ملحق العقد عمال عاوز فيه بنود كذا؟ ليه قاعد عمال يبيع ويشتري في مجلس اداره نادي الزمالك عشان جماهير نادي الزمالك ضغط على مجلس اداره نادي الزمالك وماسكاه من رقبته وعماله تموت فيه وتقول له الليله دلوقتي خلص حالا؟ بن شرقي شايف الجماهير مدلدقه عليه، وبن شرقي شايف الجماهير مدلوقه عليه، فبيتفاض براحته، قاعد حاطط رجل على رجل زي المعلم اللي عنده بضاعه جوه مش عند حد في السوق، والناس بتجري عشان هو الوحيد اللي عنده. فاكرين ازمه السكر لما كان حد بيجري بيعرف يجيب كيس سكر؟ كانت بتبقى هو بالظبط. احنا كده وهو شايف وعارف اللي بيحصل، وشايف السوشيال ميديا ضغط على اداره الزمالك، واداره الزمالك مش عارفه تتفاوض براحتها، عمال يبيع ويشتري فينا عشان خاطر السوشيال ميديا بتاعتنا لحس، رغم قناعاتي ببن شرقي. انما لعيب جاي له $400,000 وما عندوش عروض، لو جيت قلت له 600 700 هيبوس ايده شعر ودقن. وكمان ده انت بترجعه الجماهيريه وبترجعه للمنتخب، مع احترامي للوداد، الوداد نادي عظيم، ولكن مع احترامي ليه مش زي الزمالك هيقيسها، هيقول لك 400,000 مع الوداد ولا 700 800,000 مع الزمالك والجماهيريه والشعبيه. لا، اروح الزمالك وما عندوش عروض، ابيض يا ورد. انما عمال يبيع ويشتري في سيادتك ليه؟ عشان سيادتك عندك جماهير، بعضا من الجماهير، انا مش عايز اعمم لان جمهور الزمالك ده جمهور عظيم، ولكن عندك بعضا من جماهيرك مدلدله وبيحبوا اللعيب اكتر من النادي، ومش بيحبوا النادي، وبيلحسوا للعيب، وبيلحسوا الجزم اللعيب، وبيلحسوا الجزم الاداره، وبيلحسوا الجزم الرؤساء السابقين والحاليين. ادي اشرف بن شرقي، وادي قصه اشرف بن شرقي عمال بيبيع وبيشتري في الزمالك. الكلام ده مش هيعجب اللحاسين، ولكن هيعجب المحترمين، وانا هنا بخاطب المحترمين. طيب، على النقيض تماما فيلم زيزو، انكل زيزو حبيبي. طيب، خلال الساعات الماضيه توصل نادي نيوم، دي بقى معلومات وبعد كده هنفضفض بقى. توصل نادي نيوم السعودي لاتفاق شبه نهائي وشبه تام
ويتوقف على سداد مقدم التعاقد واعلان التعاقد بشكل رسمي مع مراد باتنا نجم المنتخب المغربي. ولكن حتى الان وكيل نيوم السعودي الاستاذ حازم فتوح، بقول لكم بالاسماء، ووكيل النجم احمد سيد زيزو والده بيسعوا انهم بيقاتلوا على اتمام عرض نيوم السعودي سواء اعاره او بيع، لان الاستاذ حازم فتوح وده شغله مش عيب بالمناسبه هيطلع له عموله، وده اللي بيحصل مع كل الوكلاء. ووالد زيزو هو وكيله الوحيد، زيزو ما عندوش وكلاء غير والده، برضه مش عيب هيطلع له عموله، ده بالدولار وده بالدولار. عشان كده بيقاتلوا على اتمام هذه الصفقه، ولا زمالك ولا جمهور ولا اي حاجه. الناس دي ما بتفكرش زينا، الناس دي بتفكر في الاخضر. ده رقم واحد. رقم اتنين، سمعت ان خلال الساعات القليله الماضيه مجلس اداره نادي الزمالك في اصوات بتقول لا احنا نجدد، زي ما قلت لكم امبارح الخبر، نجدد 3 سنين ويبقى كده زيزو فاضل له معانا 4 سنين ونطلعه اعاره موسمين، ويبقى الولد استفاد، ما وقفناش قدام طموحاته وانه يامن مستقبله، ونبقى احنا استفدنا كنادي الزمالك، ويبقى الوكلاء استفادوا والنادي استفادوا وكل حاجه. ولكن العائق قدام ده ان زيزو مش هيلعب معاك السوبر الافريقي، فهيكون زيزو خارج السوبر الافريقي. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت عشان اتاخرت وعشان انت مش قادر تحسم، مرعوب من الجماهير، عمال تعمل كده من الجماهير ما مسكاك السلك عريان. لغايه دلوقتي انت مش قادر تحسم الامر، فخلاص فاضل اسبوع، فلو مشيت زيزو دلوقتي هتجيب مين بديله؟ مفيش بديله. هتلحق تجيب مصطفى فتحي مثلا؟ مش هينفع، لانه لاعب مع بيراميدز في دوري الابطال. هتجيب مين؟ عبد الرحمن مجدي بالمناسبه بيخلص خلاص مع بيراميدز، اتفقوا على كل حاجه وفاضل يعني سداد المستحقات. فانت ما عندكش حد اصلا بديل زيزو. لو كان بدري شويه كنت ممكن جبت جناح افريقي بتاع سان داونز اللي هو كاسيوس ميلولا، ده اقسم بالله العظيم سفاح، والله كاسيوس ميلولا ده سفاح، وكان بملاليم ايه 300 400 الف دولار، يعني زي ما الوداد خده. هو الوداد اغنى منك؟ المهم، ف بيحاولوا الجانب السعودي ووالد زيزو والاستاذ حازم فتوح بيحاولوا يخلصوا الصفقه بشكل سريع. كابتن حسين لبيب شخصيا هو اللي بيقود المفاوضات دي، والموضوع مفتوح وكل الاطروحات على طاوله مجلس اداره نادي الزمالك، وكل الامور يعني بيتكلموا فيها. طيب، الزمالك قدم عرض لزيزو، عرض كام ما اعرفش. زيزو بياخد كام؟ يعني انا مش هتكلم لان في عبيد للاعبين ولرؤساء انديه، في عبيد، فمش هتكلم. زيزو بياخد كام؟ انا حطيت العقد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما اتسرب ساعتها لما كانت عقود لعيب الزمالك بتتسرب فاكرين، حطيت صوره العقد على قناه الواتساب بتاعي، هسيب لك اللينك بتاعها في تعليق من التعليقات بتاعت الفيديو ده. فزيزو عاوز يزود الراتب بتاعه مع نادي الزمالك بنسبه 70-80%. طب هو بياخد دلوقتي كام؟ ما انا ما اعرفش، انا قلت قبل كده يعني. عندك العقد وممكن اسيبه لك زي ما قلت لك في قناه الواتساب بتاعتي، بنزل عليها حاجات ما بينفعش انزلها هنا. فنادي الزمالك قال له يا ابني احنا دي مقدرتنا، وده العرض اللي هنقدر نقدمه لك، اوكي ولا مش اوكي؟ والزمالك بينتظر رد زيزو الكرة في ملعب زيزو. ده عاوز يسلم ده للجماهير عشان الجماهير تمسك فيه، وده عاوز يسلم ده للجماهير عشان الجماهير تمسك فيه. مجلس اداره نادي الزمالك مش عاوز يمشي زيزو، ولكن مش قادر على اللي زيزو عاوزه، مش قادر على اللي زيزو طالبه. مجلس اداره نادي الزمالك عاوز يقعد اللعيب وعاوز يعمل فرقه، انما اللعيب طالب رقم كبير. اقسم بالله العلي العظيم اللاعب ووالده طالبين رقم كبير، ومجلس اداره نادي الزمالك الجمهور نفس القصه اللي كنت بقولها لكم على بن شرقي، عشان ما تقوليش انت مستقصد. ما هو يعني انا برضو مستقصد بن شرقي لعيب ما يتقارنش بحد اصلا،
ولكن برضو الجمهور ممسك الاداره السلك عريان، عمال يخنقهم. فطبعا والد زيزو شايف في الجمهور ماسك في خناق الاداره. انا لو والد زيزو، انا كمحمد لو والد زيزو، لو زيزو ده ابني، اقسم بالله العظيم ده انا هتفرد واتني على نادي الزمالك واذلهم وادوس عليهم من اللي الجمهور بتاعهم عامله فيهم. طب انت مالك يا محمد في ايه؟ كابتن زيزو الزمالك بياخد رعايه 100 مليون جنيه في السنه، هيديك يا فندم كام منهم؟ هل عاوز 70 80 90% من الرعايه؟ نديك الرعايه كلها يا فندم وما ناخدش رعايه يا فندم. كابتن زيزو انا ما باخدش دوري ابطال افريقيا عشان اخد 4 مليون دولار، ما باخدش السوبر الافريقي عشان اخد مليون او مليون ونص دولار، ما بطلعش كاس العالم للانديه عشان اخد 3 مليون دولار، والكاس العالم الجديده اكتر من 10 11 12 20 مليون دولار. ما باخدش الكلام ده يا فندم عشان اقدر اديك. هجيب لك منين؟ انا عندي فرع واحد. فدلوقتي الزمالك بيحاول يتحايل على رجال الاعمال عشان يرضي الجماهير اللي ممسكه النادي السلك عريان وعماله تخنق. انا بالظبط انا مش متنرفز، بس انا بصور لك الكلام اللي انا عارفه والكلام اللي بيتحكي لي من اقوى المصادر عندي. خنق يا فندم. يا كابتن حسين يا لبيب، اقصى حاجه ممكن تعملها مع هذا النجم العالمي قدم له عرض. يعني مثلا هو بياخد 50 مليون، يا كابتن زيزو انا هقدر اديك ال 50 مليون دول زي العقد اللي فات، وهديك بقى شويه بونص. يعني لو خدت الدوري هديك 5 مليون، لو خدت الكونفدراليه هديك 5 زيهم، لو خدت هداف الدوري 5 زيهم. يعني ممكن تحط له 20 25 30 مليون بس ياخد بطولات، يبقى في عائد عشان اديله منه. انما عاوز زربيح، عاوز مليار، عاوز 200 مليار وما بتجيبليش بطوله. هتقول لي هو هيجيب لوحده؟ خلاص ما دام ما بيقدرش يجيب لوحده ياخد ليه كل ده لوحده؟ صح؟ هو بيلعب لوحده خلاص، ما دام ما بيلعبش لوحده، ما دام انت عارف ان الفريق 11 لعيب مش واحد، ليه تدي كل رقم الرعايه او 70 80 90% من رقم الرعايه للعيب واحد؟ اقسم بالله اعشق زيزو وبن شرقي، اقسم بالله اعشق زيزو وبن شرقي، بس مش اكتر من الزمالك، مش اكتر من الزمالك. وانا قلتها ومحدش يزعل مني، انا زملكاوي بتصرفات اهلاوي. برضو بقول لحضراتكم ال 20% اللي عندي، وانتوا بقى توقعوا زيزو المحترم المخلص للكيان ووالده المحترم المخلص للكيان عاملين ايه في نادي الزمالك ومعاهم بن شرقي. ما بتكلمش على زيزو بس، معاهم بن شرقي. عايزك تتخيل، انا اديتك الخطوط العريضه، هقفل الحلقه دلوقتي بس بعد ما اقفلها تخيل انت لو مكان بن شرقي وزيزو ومجلس الاداره الجمهور دايس عليه برجله، هتطلب ايه وهتعمل ايه؟ ما تنساش تكتب لي رايك في التعليقات، واللي عاوز يشتم على راسي. سعدت جدا بيكم واتمنى نكون زملكاويه بس. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم. مع الف سلامه.